السلام عليكم، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم بواحد الكيكات، جوج كيكات بواحد الطلبيه عندي. كنت غادي نخدمو، قلت علاش لا ما غاديش نشاركهم معكم. بسم الله على بركه الله، ولي نبداو. كنتمنى البنات تشجعونا، تبارطاجيو الفيديو مع خوتكم وحبابكم واصحابكم، الله يجازيكم بالخير. وفي مواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوناش بلي لايك ديالكم. هنا عندي المول البنات، هذا المول العجيب راه غير المول الصغير ماشي الكبير اللي كيهز 3 ديال البيض. درت نتو بالزبده، درت له الزبده ورشيتها بشويه ديال الدقيق، ضروري هاد العمليه هادي. وملي كيكون الحراره كنديرو في الثلاجه، غير في الاسفل ديال الثلاجه يبرد باش ما تذوب لكمش الزبده. صافي، المهم هنا عندي 3 ديال البيض كما كتشوفوا، وغادي ندير قريصه ديال الملحه في البول. صافي، وغادي نبقى كنطرب البيض ديالي، والبيض يكون خارج من الثلاجه من قبل، ضروري باش كيطلع الكيك ديالكم. الا عندكم الحليب خرجوه من الثلاجه من قبل، الا عندكم البيض خرجوه من الثلاجه من قبل. والعبارات البنات يكونوا بحال هكا بالمعلقه ولا بالكيسان، ولا ما تعبروش بيديكم. انا راه درت بيدي هكا، وضروري نوريكم بالمعلقه. دائما عبروا بالمعلقات باش تعرفوا القياس اللي عندكم، شحال بالملحه وشحال السكر. ها نتوما رويس المعلقه ديال الملحه باش كيجي الكيك ديالكم زوين ضروري. صافي، المهم هنا غندير السكر، عندي كاس لارب ديال السكر، وندير واحد نص معلقه د الفاني. هاد المعلقه، هاد الفاني بودر كما كتشوفوا. هاد الفاني زوينه البنات، هادي كتدي لكم واحد المده طويله، وفيها لوغو حتى هو زوين، كتصلح للحلوى والفقاس وداكشي، كتجي واعره. هنا عندي الياغوت مذاق الموز كما كتشوفوا، ما غاديش نديروه كامل، غندير الياغوت ونخليه واحد المعلقه باش ندير الكريمه، حيت هذا الكيك اللي عندي راه كاين اللي فيه الكريمه، اللي غتكون فيه الشوكولا، يعني غيكون واعر. طلبيه اللي زوينه واعره هذا الكيك. هنا عندي كاس لارب ديال السكر سنيده، من الاحسن الا كان غليظه عندكم سنيده، انا لكم غربلوها. الا كانت غليظه بزاف كتبقى محببه، والكيك ديالكم تيجيكم من التحت فيه واحد النقاط اللي هي خايبه، وكيتهبط ديك السنيده في القاع ديال المول فاش يكون كيطيب، والكيك ديالكم ما يطلعش مزيان. ودرت 4 كاس ديال الحليب، ودرت كاس الا ربع ديال الزيت. ديك 4 كاس ديال الحليب البنات بحال اللي عوضت داك المعلقه ديال الياغوت اللي حيدتها، عوضتها بداك 4 كاس ديال الحليب. صافي، المهم الدقيق عندي كما كتشوفوا هنايا كاس عامر مزيان، او ديروا 5 د المعلقات اللي كيكونوا بومبي كبارين. انا عبرت بالكاس العنبه، وعندي جوج خمارات فئه 18 غرام، يعني كل وحده فيها 8 غرام، 16 غرام عفوا، كل وحده فيها 8 غرام. صافي، كنخلطو في هاد الاثناء. انا راني شاعلت الفرن ديالي، شاعلها من الاسفل ومن الاعلى. ملي غندخل الكيك ديالي غيطيب، نطفي الاعلى، نخلي غير من تحت المول، من تحت المول النار كتكون. عندي نص كاس ديال الدقيق، نزيدو غير بشويه بالتدريج، غير بشويه. صافي، غنكمل نص كاس ديال الدقيق كامل البنات. هزت ليا كاس ونص ديال الدقيق د العنبه. غادي نخلط مزيان. عندي معلقه كبيره ديال الخل، انا غير المعلقه الكبيره ما كانش قدامي، عبرت بهذه. جوج معلقات صغارين، ديروا معلقه كبيره. صافي، المهم غادي نخلط مزيان. ملي غندخل الكيك ديالي غتكون العافيه من تحت المول، النار كتكون شويه متوسطه، ماشي تكون مجهده بزاف وماشي تكون عاوتاني نازله بزاف، باش الكيك ديالكم تيطلع مزيان. صافي، هادشي اللي كاين. غندخلو الطياب ديال هاد الكيكه هادي كدوز نص ساعه، يعني 30 دقيقه اللي كدوز، حتى 30 دقيقه 28 بحال هكاك. المهم 20 دقيقه على حسب الفرن ديالكم. صافي، هنا عندي الكيكه الثانيه كما كتشوفوا، حتى هي 3 ديال البيض وشويه د الملحه. هنا عندي الفاني، نص معلقه بودر فاني بحال الاولى، غير هي غتجي يعني بالكاكاو. هنا عندي حتى هو الياغوت فيها، غادي نخلي واحد المعلقه باش نصاوب في الاخر حتى هو. هنا عندي كاس لارب ديال السكر سنيده حبيبات، كيكون مغربل رقيقه شويه. غادي نخلطو مزيان. انا كندير البيض كندير عليه الياغوت باش ما يتحجر لكمش البيض ديالكم، وكندير ربع كاس ديال الحليب، يعني جوج معلقات هكا كبارين ديال الحليب. هنا ندير كاس لارب ديال الزيت. داك السكر حبيبات السنيده اللي كنديروها البنات، انا كندير الياغوت وكندير البيض هو الاول، عاد كنزيد سنيده باش ما يتحجرليش. داك اصفار البيض الا لاحظتوا راه الا درتو عليه السنيده كيتحجر لكم. هنا عندي هاد المول هذا راني درت له الزبده ورشيته بالكاكاو. المهم صافي، هذا هو المول اللي عندي غادي ندير فيه. نتوما اي مول عندكم تبغوا ديروا فيه ديروا فيه. انا عندي هذا المول هذا قلت غادي ندير فيه هاد الكيكه هذه. عندي هنايا كاس ديال الدقيق وجوج خمارات فئه 16 غرام، كل وحده فيها 8 غرام، وكاس ديال الدقيق. وداك نص كاس البنات انا درت جوج معلقات هنا ديال الكاكاو كبارين، جوج معلقات كبارين هانتوما كتشوفوا. هنا كنغربلوا الكاكاو ديالنا البنات، لان كيكون فيه واحد الحبيبات يضيع لكم الكيك ديالكم، تيبقى هكا محبب، ما تيجيش الكيك زوين. هنا غادي نطحنوا شويه بالمعلقه مزيان، وعاد نرجعوا جوج معلقات الكاكاو المر. صافي، وكنخلطوا مزيان. وانا عندي هاد الكاكاو المره البنات شويه مجهد، يعني درت جوج معلقات ماشي بومبي ديال الكاكاو.
يعني في عوض هذاك الدقيق اللي كنديرو نص كاس، كنحيدو ديك نص كاس كنحيدو من 2 معلقات وكنعوضوهم بالكاكاو. هنايا انا الكاكاو ديالي يعني دغيا بان ليا اللون وما كنتش معمره المعلقات بزاف بالكاكاو، يعني ماشي بومبي. زدت واحد المعلقه ديال الدقيق اللي مسوحه صافي. المهم وكنخوي في البول ديالي. ها المهم انا خليت قدامي هاد الخليط وغادي نحيد الكيك ديالي. خليت الكيكه اللي في النواغ اللي في بالشوكولا خليتها، ووريتكم بعدا الكيكه ملي خرجتها من الفران. انا درت الكيكه الاولى طابت وحيدتها وغندخلها هذه صافي. المهم هذه غادي نخويها في البول حتى هي وغادي ندخلها للفران طيب حتى هي طيب ليها بحال الاولى، تدير لكم 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. المهم نتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله الكيكه كطلعت كتحمق البنات، رطبه وزوينه ومفشفشه تبارك الله، كتذوب في الفم، غزاله والله العظيم. ما تسقاوش، ما تحتاج انكم تسقيوها، ما تحتاج زعما تسقيوها ولا ديروا فيها، يمكن لكم تاكلوها غير هكا والله الا بنينه وغزاله. المهم هنايا كتشوفوا ما لصقت ليا ما والو، هكا جات زوينه. غنخليها على جنب. غادي نوجد معكم الكريمه. هنا عندي البنات 2 معلقات ديال السكر حبيبات سنيده عامرين مزيان بومبي، وغادي ندير هنايا 2 معلقات ديال الكريم باتيسيان، البودره ديال الكريم باتيسيان كما كتشوفوا عامرين مزيان. 2 معلقات كبارين عامرين مزيان. وغادي نديرو 2 كيسان ديال الحليب. هي دائما عندنا كاس ديال الحليب كنديرو فيه معلقه ديال البودره الكريم باتيسيان كبيره اللي كتكون عامره بومبي، وغادي ندوزهم فوق النار مع التحريك المستمر. كنبقى كنحرك. والفاني ديروا خشاصيد الفاني ولا ديروا واحد 4 معالق الفاني باش كتجيكم الكريمه زوينه مع التحريك المستمر. ما نحيدش يديا فوق النار حتى باش ما تشيط لكمش الكريمه ديالكم لا تحرق. هنا عندي كما كتشوفوا زدت لها داك الياغوت اللي عندي، زدتهم بجوجهم لان الكيكه اللي في النوار ما غاديش ندير لها الياغوت هذا، غنديروا الياغوت الاخر اللي بالكراميل دانين الكراميل هي اللي غنديروا في الكيكه اللي بالشوكولا. زدت هنايا واحد رويس المعلقه الزبده وكنحركو مزيان باش نطلقوا داك الياغوت صافي. كنخويو هاد الكريمه ديالنا وهي باقا سخونه باش ما تجمد ليكمش صافي. كنقادها هكا بالمعلقه ودرت واحد السباتوله هكا من التحت باش نقاد الكيك ديالي ما يجينيش عوج. هانتوما كتشوفوا صافي. وغادي نخليها على جنب تبرد ليا وندخلها للثلاجه. هنا البنات سمحوا لي بزاف والله الا كنعتذر منكم المقطع اللي درت فيه الشوكولا ديال هاد الكيكه هذه. درت انا 80 غرام ديال الشوكولا غيش، ودرت كاس ديال الحليب، سخنت الحليب فوق النار وزدت فيه داك الشوكولا غيش وزدت له داك الياغوت ديال دانيت شوكولا اللي زدت له صافي. وسقيت به هاد الكيكه ديالي. نتوما يمكن لكم ديروا 2 دراهم ديال الشوكولا كالا او اي شوكولا نوار كحله الشوكولا العاديه، وتزيدوا معها كاس ديال الحليب، تسخنوا كاس الحليب ترميو فيه داك 2 دراهم ديال الشوكولا وتحيدوا فوق النار، ديروا داك الياغوت صافي وتسقيو به الكيك ديالكم وكيجي واعر. هنا زينوا باش ما بغيتو، عندكم كركاع، عندكم لوز، عندكم اللي بغيتو يمكن لكم تخليوها هكا. المهم كتطلع واعره كتشرب داك الصلصه، هاد لاصوص اللي درنا مثلا هاد الكاناش اللي درناه كتشربوا لداخل كيجي واعر. هاد الكاناش ديال الشوكولا مع الحليب مع كيجي واعر مع داك الياغوت مع كتجي واعره، كتجي ما نقول لكمش واحد اللوغو خطير البنات فيها صافي. المهم هذا هي الكيكه اللي درنا في النواغ، هي هذيك ديال الشوكولا حيدناها درتها في الثلاجه تبرد ليا. وهنا غادي نرجعوا للطبقه الاخيره ديال الكيكه الاولى اللي درنا المول العجيب. عندي هنايا 2 ديال الحبات ديال الفلو صغارين، يمكن لكم ديروا الفلو الكبير اللي بالسكر، هذا ما فيش السكر. هنايا البنات انا درت 3 المعالق السكر وما جاتنيش حلوه. نتوما ديروا حتى 4 باش تجيكم زوينه الا كتبغيو الكلاصاج الفوقاني يجيكم حلو صافي. دوزت داك 2 معلقات ديال عفوا داك 2 اكياس ديال الفلو مع 3 المعالق ديال السكر، دوزتهم فوق النار حتى غلاو ليا وحيدتهم صافي وخويتهم فوق الكيك ديالي كما كتشوفوا. غير غلاو صافي كطلع فيهم الغليه كنحيدهم وكنخويهم فوق الكيك، راه دغيا كيجمدوا. يمكن لكم هاد الكلاصاج هذا اللي درتو ديال الفريز حتى نديروه في اي مناسبه عندكم، طورطه ديال وليداتكم كيجي واحد الكلاصاج اللي واعر، تقدروا تكتبوا عليه السميه، كيجي واعر زينو كيما بغيتي، ما كيطيح ما والو، ما كتلصق فيه حتى شي حاجه، كيجي في التقطيعه كيجي واعر وزوين. كنتمنى البنات الفيديو يكون عجبكم وبارطاجيوه مع خوتكم وحبابكم وصحابكم. الله يكبر بكم، الله يحفظكم. ما تنساوناش بيم البنات لي لايك، واللي ما اشترك في القناه اشترك. الله يحفظكم، الله يكبر بكم. السلام عليكم في فيديو جاي ان شاء الله يا ربي. وغادي نجمع لي كيك ديال مواليهم كما كتشوفوا. هذا هو لي كيك ديالي اللي وجدت معكم، كنتمنى الله يعجبكم. بسلامه.